دعم من الاعلام من المواقع الرياضيه. للاسف 80% من المواقع الرياضيه في مصر تعمل ضد نادي الزمالك. دي حقيقه. لماذا؟ انا على وحدتي وانا اتحمل مسؤوليتي قدام الجماهير، وجماهير نادي الزمالك عارفه الكلام ده كويس، وجماهير الانديه الثانيه عارفه الكلام ده طب كويس. لماذا؟ في مشاكل شخصيه بين كثير من المواقع وبعض من ينتموا لنادي الزمالك، ولكن ده ما ادكش مبرر او العذر ان انت تهدم نادي الزمالك. صف خلافاتك الشخصيه بعيد عن نادي الزمالك. نادي الزمالك كبير ببطولاته بتاريخه بلاعيبته. مشكله الناس بقول لك 80% ضد نادي الزمالك، مش معنى كده ان 20% مع نادي الزمالك، لا، ده ال 20% محايدين. مفيش حد بيدعم يعني نادي الزمالك، الزمالك، ما فيش اي حد خالص، مفيش تدعيم لنادي الزمالك. ازاي يا كابتن؟ شفت باتريس كارتيرون؟ هناك صحفيين ينتمون لنادي الزمالك، هناك منافذ اعلاميه لنادي الزمالك. انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي وانا اتحمل. لا، هناك دعم كبير لنادي الزمالك، لا اختلف معك الجماهير، لا اختلف. هناك قنوات وهناك منافذ اعلاميه كبيره تدعم الزمالك. هل يعقل قنوات تدعم النادي الاهلي؟ هي امور طبيعيه. هل يعقل؟ انا ما جبتش النادي الاهلي، لا انا بقول يعني هناك هل يعقل ان باتريس كارتيرون بعد ايام قليله من توليه المسؤوليه يتعمل استفتاء بعد خساره طلائع الجيش؟ هل تؤيد رحيل باتريس كارتيرون ومن هو المدرب المنتظر؟ ينفع الكلام ده؟ ده هدم استقرار نادي الزمالك. هل يعقل ان فرجاني ساسي يروح اجازه لتونس يتكتب هل يسير فرجاني ساسي على خطى حمدي نجاز؟ ازاي يا جماعه الكلام ده؟ نادي الزمالك نادي مصري، لازم يكون في دعم، يعني واللي بينتموا لنادي الزمالك بيبقوا محايدين. بيبقى محايد عشان خايف على اكل عيشه، ودي نقطه خطيره ونقطه رهيبه لازم تتراعى. نادي الزمالك لازم تدعيم، لازم تدعيم. انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي وانا اتحمل مسؤوليتي قدام اوكي كابتن، هي طبعا هي عليا تمام. 80 والجماهير نادي الزمالك عارفه الكلام ده كويس، ودي مشكله خطيره جدا. نادي الزمالك بيلعب باسم مصر، لازم يكون في تدعيم. مش عايز تدعيم داخلي، خليك محايد، ولكن تدعيم على المستوى الافريقي، تدعيم لما نادي الزمالك يلعب السوبر، تدعيم لما نادي الزمالك يمثل مصر. ده بيلعب باسم ما ارى ان الكل يدعم كل الانديه المصريه او كل الانديه، كل وجهه نظر. هي وجهه نظر كابتن هيثم طبعا وتحترم، لانك انت احد نجوم نادي الزمالك، ولكن في النهايه نادي الزمالك له ما يدافع عنه طبعا، وهناك منافذ اعلاميه كبيره تدافع عن نادي الزمالك ايضا كما لباقي الانديه. وطبعا